مساء الخير. وصفتنا اليوم طريقة عمل إدام البطاطس بالكزبرة. تابعوا الطريقة والوصفة على قناتي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في البداية نجهز البطاطس ونقطعها قطع وسط. بعد ما نقطعها قطع وسط نغسلها مظبوط ونصفيها. شايفين كيف؟ بعد ما نقطعها ونجهزها ونغسلها ونصفيها، بنجهز قدر على النار ونضيف نص كوب زيت نباتي وحبتين من البصل مفروم ناعم ونقلبهم كويس. بعد ما نقلبهم كويس نضيف حبتين من الطماطم مفرومة ناعمة برضو نقلبهم مع بعض. وبعد ما نقلبهم مع بعض بنضيف توم، حوالي 4 فصوص من التوم مقطع قطع صغيرة، ونضيف البطاطس اللي قطعتها. طبعا نقلب المكونات كلها مع بعض. بعد ما نقلب المكونات كلها مع بعض بنضيف مكعب ماجي ونقلبهم كمان مع بعض. نضيف ملعقة فلفل أسود وملعقة كمون وملعقتين من معجون الطماطم وحوالي تقريبا 4 أكواب من المية. ونضيف بعدها ملعقة ملح. طبعا نقلبه كويس مع بعض ونضيف ملعقة ملح. طبعا نتركه على النار لمدة نصف ساعة، وبعدها نضيف الكزبرة مفرومة فرم ناعم. طبعا الكزبرة بعطينا في الوصفة طعم غير، نكهة غير، ما شاء الله. الوصفة صراحة روعة وراح تجربوها. طبعا بهيك جهز معنا قدام البطاطس، وبالعافية عليكم.